وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأفاضل، قلنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمرحلة أخرى. بعدما خرجوا من الحصار أتاه مصيبة أخرى من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على هذه العام، أو علماء السيرة أطلقوا عليه عام الحزن. الحزن تعلمون كلمة عربية، إذا أتاك مصيبة كبيرة تقول أنا محزون. الحزن ضد الفرح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على هذا العام اسم عام الحزن. سنقول ماذا جرى وما كان أثر هذا الحزن. برايد عزيز پیغمبر صلى الله عليه وسلم پشتی کج او که درکت ما گویا امبارگو حصار او ظلمانه پشتی خلاص بو درکتن تقدیر خدا بلا و مصیبت دل هاتن سر پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام جبون امتحانش کنجار کیاتی امتحانن او سر ایشان و دل ایشان دنن او بلا و مصیبت پشتی وی ام بیجن وی امبارگو هانه که ها سر پیغمبر بلا کامازن دو هف هات نابرا سی پنج روزانه دمهتن ابو نابرا هر دو مصیبت هذا جرا گوتن سال حزن معناه كدر درد وكل سال درد وكلا يعني بلا مازن هاتن سر پیغمبر وی ناوهانه لیدانی اما انا بجنوان بلا چنه او گرانی وان بلا حتی پیغمبر دا چقاسا خوانت کرد. العلماء بعضهم من يقول اولا ماتت سيدة خديجة، وبعض ما يقول ابا طالب، ولكن الظاهر عمه أبا طالب مات أولا. أبا طالب بعدما خرج وعمره كان كبير، وكان قد تعب إثر هذا الحصار الظالم 3 سنوات وهو يتألم، قلة الطعام، قلة الأكل، قلة الغذاء كما نقول، فهو مات. والرأي الراجح الذي لدينا الذي نحن نعلمه من كتب السيرة بأنه مات على الكفر، لم يدخل في الإسلام. هذا هو الذي نحن نراه. ولكن شيء عجيب، رجل دافع عن الرسول كثيرا ولم يدخل في الإسلام. يعني الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يقول شيئا، رجل إلى هذا الدرجة يدافع عن الرسول ولكنه لا يدخل في دينه. والعلماء يقولوا لو دخل في الإسلام لما كان له مكان عند القريش، ولم يكن أو لما كان باستطاعته أن يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بقى على كفره، فهذا كان سببا لأن يمتنع الكفار من التعدي على الرسول كثيرا. قالوا هذا على ديننا ولكن يدافع عن ابن أخيه، ولكنه لو دخل في الإسلام لقالوا أنت وابن أخيك تريدون أن تكونوا سلطانا علينا، لما كان له هذه المكانة. ربما يكون الحكمة هذا، ولكن إنه لم يختار الإيمان ومات على الكفر. أبو طالب إن كتاب مدبجن أبو طالب عولي من هن كتبجن حضرة خديجة، يعني زنافر وان داجي سي بنجرو زيادة تنبو، يعني لاحتمال كمازن أبي عول أبو طالب مش أبو طالب جي ولد زانن أبي بيخنبر بو مازنه كيش مازنه مكي بو بقدر وقيمت بو احترامه يتقرتن. لي أبو طالب نبو مسلمان مش كتابه كو حياته ويتبجن يجي حياته بيخنبر، كتابه كو بحث حياته بيخنبر تكن دبي أبو طالب نبو مسلمان مش. أبي تشتكي غريب وعجيبة، يعني فر غريب وعجيبة. شخصا كي 13 ساله لبيغمبر خودی درکد آلیکاریا وکر او نبو مسلمان. شکی غریب وعجيبة، يعني إنسان جانت ساكنة دبيجا والله أم تبيجن أم نزانن، يعني تروجا كي تذكاري البيغمبر خودی درکوی دو سه، ولكن 13 سال ظلم تيت قبول دكي، أزياء تيت قبول دكي، تجبون بيغمبر شر دكي، ولكن 10 سنة بي مسلمان. إجا هناك كتاب تاريخي وهاد بيجن دبي بلكي يكجمان حكمتها جي كو أبو طالب ببنا مسلمان قيمتها ويد مكيدا ندمه ابغوتا تو محمد بنا هفالي هف تيكريا بيشي وانت تخاذب بالمظنه ما، يعني هدفها قوي كو محمد بو پیغمبر تجبير از آمن پیغمبرم وانت خازنش خوا فايده كي بكن دسته خو لوما اگر كو ببنا مسلمان قيمتها وي وكا كنا مسلمان ود مكيدا ندمه كسكي احترامه ندقر لي بلاك سر كفر ما بو كافرش تدا حيري ما بو يا تقول ديني بي سر وكا ديني ما، اما اهلي كاريا محمد جيت كذا ولا تسكن دشون لي زيدان كارمون تشتكي بكرانا. ابي تشتكي غريب وعجب، يعني انسان جانت ساكنه لي براسي دما كو بحث ابو طالب دبا جدلي كسكي نابجا لعنات خدله بتنكاري بيجي، يعني فقط بيجي يا ربي ولا تزاني ام نبو مشاهده اسلاموي ام نكار بيجن رحمه خدله بلي بلكي خدي عذابي يسبك بك،
أنا تشكي زيدا بيجي تنكر تشتكي بيش. ولكن بموت عمه الكفار قالوا فتحت الفرصة أمامنا فبدأوا يؤذون الرسول كثيرا، يرمون بالتراب على رأسه، بالقاذورات على رأسه وهو يصلي، يرمون بالقاذورات على بابه، أمور كثيرة بدأوا يفعلونه مع الرسول، في شارع يرونه يؤذونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدرك بأن فقد عمه أثر عليه كثيرا، فالكفار قالوا زاحت عنا هذا الحاجز الذي كان يمنعنا، فبدأوا يزدادون ظلما على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية، هذا كان الصديق في الخارج، الجدار الخارجي قد انهار، فبدأوا يؤذون الرسول كثيرا. دمك أبو طالب مر تشتكي مرش بير وانك قابك شخصا كي مازن بمر محقق والايكي دمينه، يعني قراني كي والايكي تشه تدي دوار هنا دوار ده هنكي كفري بتشوك أنا أم بيجن تشي كالبيتشن برد قوتن كالبيج وبين بلوك وهناك جوا مازن هنا، يعني أبو طالب يك جوا مازن ودمك أبو طالب هات كشاندنه أو دوار كل همبر بيغمبر ساكنين بو خرابو كافرا جو أبي ما مازن أبو أفجي مر فرصات جمالات شيبو ظلم وانا البيغمبر ده هذا ذاكر پیغمبر دمشیا حقارت لید کرن گوتنی خراب جرات گوتن جان آخر داوتن سرچعوی دچون زباله تشمشت خراب داوتن برمالاوی لمش کرد چون عور رعدی حشتره دوا، يعني کل پاچق جرات عور حیوان آوتن سرسر پیغمبر، يعني پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالا خدای کی براستی دواره وی در واچو، يعني آب وی کلی خودی درد کرد حتی کل حیاتی بو نکار بودن جرا بکران او قصه ندکرن ده ظلم كذا ده البيغمبر هات كرن صلى الله عليه وسلم. أبياش درسك بشتيك ويجي وفات كر بسمامي وي ياجي أبي بيغمبر الدنيا وكاوين كاربون مازناتي بكران أو قصة مثلا عباس هبو جرانية عباس أو قصة نبو، يعني حمزة هبو حمزة جي وكنا أبو طالب دنابا مكة احترامه يتنبو أبو طالب جو عمري وي زيدا تبع حرمته وتقول حمزة شكو بوبو مسلمان، يعني فان آبان بيغمبر وكاوين كاربون جيجاي چته فهم کرنه ابو طالب عائله اختف کوم تکر پشت ابو طالب چو عائله هف کرد پشکی سستایی چه بو، يعني جبير وانا كر مازن قومك قوم حكومه هفت مازن بمره او قوم هانت شه لوما سيستم ايرو دا هنك نيار زاروك وصبيا ناوجن شن مازنكي دوجن بيك ما بابكي كشت مالا يكتب خرات كن، يعني ابيك مالبات كومت كه زاروكا كومت كه بسماما كومت كه روسبي ام كردي اخذ بين روسبي عائله اختف كومت كه وقت روسبي كشت ادي هر کس کی وقا تزبی وارهنه تزبی تدی اماموک ہے تزبی دا اماموک سروکی عائله گا وقت اماموک اوه تنزان کی سریه کی هر کس به سریمه، يعني ابو طالب جي وقا اماموک کی او سروکی هانه بو الدور او عائله هاتو کوم کن دماغ او چو عائله قدیا اجا آگاهدار بن اماموک خنا وجن، يعني اماموک و اختیارکی بجی هر قیمت او دماغ او اماموک و چو قدر و قیمت شتکسکرا نامینه نبیا یک. المصيبة الأخرى التي أتى على الرسول صلى الله عليه وسلم موت السيدة خديجة أم المؤمنين وأول من دخل في الإسلام رضي الله عنها، هي كذلك بعد عدة أيام قبل عدة أيام أو بعده، يعني بينهما شهر وكم يوم بين وفاتها وموت أبا طالب، فهي كذلك انتقلت إلى رحمة الله عز وجل. فقد الرسول الجدار الداخلي، هي كانت تحمي الرسول من الداخل تخفف عنه المصاب، هي كانت نعم العون للرجل على للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. حينما كان يأتي الرسول إلى المنزل فهي تخفف عنه، تحاول أن تواسيه، تقول له لا تحزن الله سيعينك، هؤلاء الجهال لا يفهمون، لا بأس لا بأس، تحمل، وهي تقوم بأمر المنزل. فحينما هي ماتت كما نقول فقد الرسول الجناحين، جناح في الخارج وجناح في الداخل، لذلك أطلقوا على هذا العام عام الحزن. وعلينا أن لا ننسى أي رجل ناجح في دعوته خلفه امرأة عاقلة عظيمة تدعمه، كما يقول العرب وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، هي التي تخفف عنه. أي منا لو اشتغل بأمر منزله لما كان بإمكانه أن يكون ناجحا في الخارج، ولكن إذا المرأة قالت أنا أتكفل أمور المنزل فاذهب إلى الخارج فهو سيكون رجلا ناجحا.
فالرسول صلى الله عليه وسلم شعر بفقدان عون كبير له في المنزل وهي سيدة خديجة، فلم ينساها في حياته إلى أن انتقل إلى رحمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى انتقل إلى جوار ربه. دائما كان يذكرها بالخير، دائما كان يذكرها بالخير، ويقول الناس عارضوني وهي كانت بجنبي. هذا وفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الأزواج أن يكونوا أوفياء مع أزواجهم. مصيبت دوية مرنا حضرت خديجة رضي الله عنها. حضرت خديجة ام کردیا خود بجن دایکا بسلمانه، جن پیغمبر دایکی منه، دی منه يعني. او جی براستی گلک دوستا کامازن بوش پیغمبر را. باری وی سوکت کر درد و کلی کداتن سر پیغمبر دگو تشکینا به تحمل بکه، ابانا انسان نزانن، بانا انسان جهالن، تو انسان کی وها یعنی براستی آلیکاری که پرزدش پیغمبر رات کرد حضرت خدیجه. دما کو وفات کرد الدرفا ابو طالب تنا لماري جي جنتنا پیغمبر ته مال بدرد و کلات خرابی کنه یک مال تنا کو دست خوبا بجه که آلی کاریایی بکه. مصیبت پیغمبر ده گرانتر بو. حضرت خدیجه جنک بعقل، جنک بقدر و قیمت، جنک کو حتی مرنه لپیغمبر خودی درد کرد، حتی مردن خو فدای پیغمبر کرد. لی خدای عالم جی وها امر آنی حضرت خدیجه جی وفات کرد و قد جبیر و نکن لتاریخ انسان آدا. حقیقتا کی هیا هر ظلامه کی بکردید بین سرکفتی انسانه کی باشارلی بزمانه می ولات بیجن، انسانه کی کو پیش ده هرد کار کار خوب که لپشتا بیجنه که بعقل هیا بیا جبیر و نکن. ظلامه کی چقا بعقل بیجهاتی به اگر کل مال جناوی کاش که نیل کارو خباته بکه او ظلام تشتکی نکاره بکه. یعنی دما که جنه گو ادوار مال ویا بکه مبه ویا بکه وی تشتشتاد خوازم ام فقیر زمانی ویتنه که هر در و کار بکه. لدما که جنه جرا گو حیر المال از کار بکم تهره نترسه مراقه نکه از وان کار خما من وی عیش عایده من تو دعوا خدا پیش ظاهره او انسان آنه پیش ذات شه. میزه که مزنه دنیای ای آنا اجسادی نوته وان جنه وان باره وان مال سفکت که لیکن جنه گو نه والله گرت زارو که به هر مکتبه اوت مدرسه بینه اوت وانا وی تشته بستینی از تشتکی جناکم والله وی ظلام نکارت شکی بکه حیات اوه. یعنی لدما که جنه گو باره تل سر ملی من تو هر وظیفه خو بکه ای وقت هانه انسان پیش داد چه کارو خبات مازند که او کلمه که مشهوره به هر ظلامه که مازن لپشتاوی قوته کی هی او جنه که مازنه. یعنی اویا جبیر وانکن پشته که هر دو چون پیغمبر براستی کردی هر دو باز که پیغمبرش کیان. یعنی محزون بو در و آبتنه لمال جنتنه تی مال جلی پیس کردنه آخی آفتنه سری جنتنه کالی کاریایی بکه. یعنی گره جلی درقه بشو یک تنه کجا بیجه تشتکنا و دلی خراب که تسلی مصیبت که مازنات بو سریوی. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم قاس فداکاری حضرت خدیجه پیغمبر او قصاد ها زیاتر وفادار بو. پیغمبر هر دم بحث خدیجه کرد دگو جنکا باش و جنکا بخیر و هر دم دگو حتی حضرت خدیجه دبی عفوا حضرت عایشه دبی اجمریه جویب تنی عاجز موقعس قحریم. یعنی جنکا مریض قحریم یعنی غیرت پیکد یا رسول خدا گو جنکا رشک بو اختیار بو مر گو خدا یکا ده خوشک دایتش پیغمبر اوسا گو پیغمبر گو نه ولا یکا بخیرتر خدا ندایم و یکا بخیرتر نبون. یعنی مثلا ایرو این که میر هن جنه واند من جنه کادن تین نورن جم جنا نو بحث جنا کبم گو نورن ها پیغمبر افتنه بول جمنا اجبیر وانه کرد گو جنه کی بو گله کالی کاریام کرد اجبیر واناکم تشتکی چه بو مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیوانه کی بخواستن شارژ بکن گوشتی بلاکن گو فلان کس جه حواله خدیجه بو اجبیر واناکم بدن وانشی. یعنی یا جهنه کی کو جنه حواله خدیجه بو نبات جن پیغمبر دود گو ور اویه حواله خدیجه بود. وقتی خدیجه داد زیارتی امد کرد وفا یعنی بکردی وفا یا جنان کوری پیغمبر تنبو بیرد آنی هر دم اوان روز خوش ایجا ان شاء الله ام جنه خورا باش من او جنه ماجی آلیکاریا ممکن بلکه مشکی پیش دارن جنه ما آلیکاریا من کم عدد ان خواره یعنی اجي حياه الدنيا. بعدما ازداد الكفار ظلما وأذية بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان آخر لأن يبلغ الدعوة يذهب إليهم. فأقرب بلد إلى مكة كان بلد اسمها طائف، قبيلة عربية ثقيف يسكنون فيه
وهناك من مشرك مكة من له بيوت ومنازل هناك، كان منطقة سياحية كما نقول، ولكن غالبيته من قبيلة ثقيف. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إليهم. المسافة بين ثقيف الطائف ومكة 85 كيلومتر تقريبا أو 7 كيلومتر، ليس أكثر ولا أقل، هكذا بهذه المسافة. ذهب الرسول مع غلامه زيد ابن حارثة الذي تبناه، ذهب إليهم مشيا حتى الكفار لا يشعروا إلى أين يذهب هذا، حتى لا يدركوه. ذهب الرسول إليهم مختصرا وعرض عليهم أن يعينوه في دعوته، فهؤلاء ردوا عليه ردا سيئا، قالوا لا نقبل. فالرسول طلب منهم شيء آخر، قال إذا لا تقبلوا أرجوكم أن لا تبعثوا خبرا إلى قريش وتقولوا أتى محمد يطلب منا العون حتى لا يزدادوا ظلما علينا. لم يفعلوا هذا كذلك. فطلبوا من الأولاد ومن العبيد هكذا أن يرموا الرسول وصاحبه زيد بالأحجار فجرحوهما، يعني لم يقبلوا الدعوة وكذلك أذوهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تألم كثيرا وحزن حزنا شديدا، فرجع، وسنقول ماذا حصل له بعد ما رجع من عندهم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسکنی نهرت آب مرجن جمر و ظلم وانا زیده بو گوش چاره سری کدی بگرم خواست هر باجاره کی دین بلکه کالبل و دین خدا بشه باجاره کی نزدیک مکه بو ناوی طائف جرات بجن آنا جهه 85 کیلومتر دور مکه. قبیله کی جرات بجن قبیله ثقیف او جه عرب لوینه و هنکی جملت مکه زنگینه وان لوان داره مال و ملک و بخشه وان هبون. ثقیف جی کی او که بود ام کردی دین زوزان وقا زوزان ابو یعنی جی که هاوین انسان چته دا استراحت که جی که هونک بو گرم نبو. پیغمبر چول و گو بلکه او آلیکاری هم کن چول جوانا مزنه وان دید گو از خوازمون آلیکاری هم بکنه از دین خدا بشن فان کافر نایلن ملت مکه نایله جامعه را گم قبول نکن و به ادبی کرن و بلا سری خون بلا نخوازن به ادبی کرن جواب پیغمبر دن گو هم تا نخوازن هره. پیغمبر جوان رجا کدی کرد گو از رجا کی دنیجوات کم ون مکه را نبیجن خبر کی نشین نبیجن محمد هاتی آلی کاریج ما خواستی بلکه ده عاجز ببین ظلم قد ها زید المبکن یعنی از وی تشتی و قبول نکرد تمام تشتیق نبله از وی رجا نجوات خوازم ون وی تشتیهانه نبیجن ولا جامعه را ویجی نکردن خبری هم جوان شاندن و زاروک خو گنج خو کچکی خو را گفت کبرا لیخ نکی ولا نجامه را مساکین و بیجم کبرال پیغمبر خستن زید خستن زید پارێزە پیغمبر عاجز بیه حتی نکمه پیغمبر اینکی بریندار جیبون ای زید سری وشکیا به حسن کامازن هاتن و حاصل حتی جیه کی هاتن یعنی نویا کرن نه قبول کرن اسلامی اونجی خبردان بشارتن خبر جی چیبو و پیغمبر جی صلی الله علیه و سلم براستی چم که یعنی هات حتی جیه کی دودا راحت بیه لبنه داره کی سکنی امی انا بکن جیب پیغمبر سکنی و دودا ایجا چکر امی بحثا يبكن. طبعا بعدما عاد الرسول من هذه المسافة التجأ إلى حديقة وحديقة لرجلين من أهل مكة تعبان تحت الشجرة جلس يستريح مجروح أحجار وكذلك أزية وأكثر من ذلك الأزية المعنوية. رجل محترم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أنبياء نبي من أنبياء الله فالناس يفعلون فيه هكذا الأزية الحزن المعنوي على الرسول. فالتجأ إلى شجرة وبدأ يدعو الله عز وجل ودعاؤه مشهور بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو حاله من الله عز وجل اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. كلمات إيمانية جدا. أنت رب المستضعفين وأنت ربي لا إله إلا أنت وأنت ربي إلى من تكلني. تكل أي تقول خلاص الرجل الفلاني هو وكيل بأمرك إلى من تكلني يا ربي إلى بعيد يتجهمني البعيد لا يحترمني أم إلى عدو ملكت أمري عدو يظلمني لا حول لي ولا قوة أمامه إن لم يكن بك علي غضب. وهذا عودة من الرسول إلى الله عز وجل. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يعني إذا أنت كنت راضيا عني أتحمل هذا الظلم لا بأس المهم أن تكون أنت راضي عني ولكن عافيتك أوسع لي. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقول اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة العفو والعافية. اطلب من الله دائما هذا. عافيتك أوسع
أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت أو أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي يا ربي أنا أستغفر من كل شيء قمت به، أنت ربي لا إله إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال هكذا ويطلب من الله العون. پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات بني داره ساکنی دست يخبرن كده أفان كلمة بعربي خوان تيدا أصا أم كردية خود بن استخاري كي أصا دل شوتاندنه كي أصا هيفيا رحمتك خدا تيدا هي. پیغمبر گو يا ربي والله از حالي خوش ترى شكايتها مش ترى يتربي مني يا زارم جيكي گذارم شكايتها خو بكم تنه تي كسكي متنه از بیچاره مامه از به قوت مامه ملت احترام قیمت ناده من هوا معنی سفکایی منه يعني دبي شعب ملت ده اسفك بوما بقيمت بوما يا ربي اتشبك يا رحمن ويا رحيم ارحم الراحمين ابي برحمه يقلك زدايا تخداي انسان بندستي تربي كسي بندستي تربي مني اجي عبدك تم بندستم يا ربي تامر تسليمي كيكريا نيارك برحم خريبك قيمتها من زانه يا ربي نياري من ظلم المدكة وخريب شكون قد مناصنا كأسكي ماشي شارع متنا ويا ربي دبي أجر كنت جبن عاجز نبي جي التساج عاجز نابم ها يعني أوقات بين الظلمات يسري من ظلم المكرنة جر كنت جبن عاجز نبو بيجي قد خما منا يعني فاشي بيغمبر فياج بيجي كنت جبن عاجز نبي خما منا بتشدكم برابكم برام مهم تجمن راضي بي مهم خداج من راضي به فقط به يا ربي والله ما سفكاي ده خوشتره عافيت وزانه چی عافيت يعني تنبونه درد كلا ده خوشتره و پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي نصيحته اكيد كده به وقت ودعاء كير بجن يا ربي خوشي وباشي سلامتي بدي مش خاطر بيا بخازن يعني سلامتي بدي ما درد كلا ندي ما خرابي بباريزي في تشتهانت كه و داوود به يا ربي تو خداي مني از عبد تما تجمن راضي بي وهرتش دسته تدايا. طبعا حينما الرسول جالس هناك رجل عبد للرجلين من أهل مكة عتبة وعتيبة أسماؤهم على ما أذكر صاحب الحديقة الذي الرسول بجنبه. هؤلاء بعدما يرون ضعف الرسول الرجلين ربما يدخل في قلب نوع من العاطفة فيقول لغلامهم اسمه عداس خذ شيئا من العنب واذهب به إلى هذا الرجل خلي يأكل. هذا العداس رجل من أهل العراق نينوى يأتي إلى الرسول ويقول كل هذا. الرسول حينما يمد يده يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرجل يقول توقف من أنت؟ أهل هذه البلاد لا يقولون بسم الله. الرسول يقول من أين أنت وما دينك؟ يقول أنا من نينوى أظن الآن اسمه موصل كما يقولون أو هذه المنطقة وأنا نصراني. الرسول يقول من بلد أخي يونس بن متى. يقول من أنت؟ كيف تعرف هذا؟ يقول أنا كذلك نبي أرسلني الله عز وجل. فالرجل يفرح ويقبل يد الرسول ورأسه ورجله ويدخل في الإسلام. فيدخل في الإسلام. ربما نقول بأن الرسول عاد من الطائف صفر اليدين ولكن لم يعد صفر اليدين عاد وقد دخل أحد الأشخاص في الإسلام. إذن لم يكن هناك خسارة. وان خواه بوستانك پیغمبر بنداره وان ساکنه اوجی کافر مکنه بشکی دلی وان قی پیغمبر چوته ایش خوده يعني جه خدمتکار خود ادبه دهین کی تری بدا راویا وی انسان خود تری جرات چینن اویا اشتینه اف ظلام جی ناوی عداس جرات بجن خلق عالی عراق موصل نینه و ناوی تاریخی دا تید ده پیغمبر به هاشتاویا بخون نزانه پیغمبر کیه پیغمبر دماغ دست خود رجه ترید که بسم الله ختینه کد به بسم الله اویاد به دقیقی بسده به ملت واندره نزانم بجن بسم الله چه وازانی بجن بسم الله بسم الله تنه نابوانده پیغمبر ده ماتشکوی دینه تا چیه چه وازانی وانا و هاد بجن دبه از مسیحی ما خریستیانم ج خلقی نی نوایمه ها پیغمبر دبه باجار برای من یونس نوساتش باجار وی دبه چه یونس ناس کید کدا بیا برای تا یونس دبه مانه اجی پیغمبرم اجی پیغمبر یونس چی پیغمبر بو خدا ویشان خدا میجیشان دیه اوی انسان اوسا کیفایته ازانه تشته کو پیغمبر گوتیه ایش حنک منک آنه پیغمبر نه بنزانه یونس کیه یعنی
ور حاصل ایجا دبه مسلمان ایجاش کیفا دست پیغمبر ماشت که سری ماشت که نگی ماشت که ور حاصل پریا کیفاویته یعنی حتی وقتی که زفر وانات بیت دین بویت چه کر دبه و نزان لبیا چقا انسان کی قیمت الجم خدا اره و نزان که لبیا انسان کی خراب اما پیغمبر خدا یعنی وانات بی ولا تجي احمقی تا عقل خواری جرات دین بوی ور حاصل ابیات زفر و پیغمبر علیه الصلاة و السلام بلکی مرد تماشات که پیغمبر چو تفایده کی ندا ولا فایده کی دا چو جبون طائف و مسلمان طائف نبو مسلمان فقط کی بو مسلمان شخص کی بو مسلمان کوله بو خدمت چی وان انسان هانه بو اما قوم کی خریب بو یعنی نملت وان درابوجی او جکت اسلامی یعنی پیغمبر چو دستوالانات تشکید نه چی به امانه ویجی بشن كذلك الرسول وهو يعود في الطريق يبقى في مكان وادي النخلة يسمونه أين تقع لا أدري ولكن قريب من مكة ربما يمضي الليلة هناك وهو يقرأ القرآن فالله عز وجل يرسل إليه بعض الجن ويأتون ويستمعون إلى القرآن ويدخلون في الإسلام ويذهبون قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات الكريمة فكذلك الله يخبر الرسول بأن دينك قد تجاوز حدود البشر وذهب إلى عالم أخرى وهو عالم الجن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد شيئين عداس دخل في الإسلام وكذلك بعض الجن دخلوا في الإسلام نعم هناك حزن بأن هؤلاء لم يدخلوا ولكن من ناحية أخرى هناك فرح رجل من البشر وعالم من الجن بعض الجن دخلوا في الإسلام وهم يستمعون القرآن ورسول لا يدري الله أخبره إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد خاسرا بل عاد وقد تجاوز دعوته حدود البشر إلى عالم الجن تشتكي دي هاد سري پیغمبر هاد جيك دا قرآن اتخوينه بشف ويريهانه دا جانات يمكي قرآن اتخوينه خدا هنكي جناشان اوان جنا او جنش دگريان زانمو تشتكي چه بي او دگريان چه بي يعني بري چون حسمانا گوداريت کنه دين کارن هارن پاشه گريان راست قرآن هاتن و قرآن گهداری کرده شتکی غریبه قرآن دماغ بحث کرده وانا گوتن ورن موسی حتی ایلو تشتکی واکینو ناتیه کتابه که موسی هاتیه و کتابه هانه هاتیه ایجا وان جنا بون مسلمان وش قوم خورا زفرین چون وانا گوتن ورن مچه تشتکی وها گهداری کرده دین کی نو هاتیه ناوی اسلام ورن سر دین حقو ایجا وان چون اسلامش ملت راکو دماغ معرف تماشات کجی بلکه انشان زند که به پیغمبر چو دستوالا نات یک ظلامه کی بو مسلمان آد دویا دین اسلام انسانش در باس بگیشت عالم جنا یعنی گیشت عالم جنا جن بو مسلمان دوردا پیغمبر دستوالا نزبری چو فقط بکاره کامازن هم یک انسانه کی بو مسلمان او انسان از دیتر عالم کادن جن هی کی جوان بو مسلمان هدی دایره اسلامی حدود پیغمبر بوان را خبر ده جی انسان از در باس عالم جنابو جن جی مسلمان وانش یا نه کافر وانه نه او گروه اول جی وی وقته بون مسلمان اویا جی امش بیر وانه کن یعنی پیغمبر دستوالا نزفری ها به قازانجا کامازن پیغمبر زفری علیه الصلاة و السلام تشتكيدن تشيبو امانه ويجي بيجن حصل امر اخر الرسول بينما هو يدعو يشكو حاله أرسل الله له جبريل فأتى جبريل يسلم على الرسول يقول الله أرسل معي ملك الجبال فإذا تريد فهو مستعد أن يهلك أهل طائف يطبق عليهم الجبل أو الجبلين كان بين الواديين حتى يقضي عليهم جميعا فرسوله يقول لا أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل فهو فعلا رؤوف رحيم لم يدعو عليهم بل دعا لهم قال لا أرجو الله أن يهديهم أو يرسل من أولادهم من يعبد الله عز وجل وحصل ما كان يتوقعه الرسول بعدما انتقل الرسول إلى رفيق الأعلى حصل نوع من الردة بين الناس ولكن أهل مكة أهل المدينة وطائف بقوا على الإيمان بعدما دخلوا في الإسلام ثبتوا عليه دعاء الرسول أو حسن ظنه بهم قد تحقق فهم لم يخرجوا من الإسلام ولم يحصل لديهم زعزعة من ناحية الإيمان فالرسول صلى الله عليه وسلم حقا رحمة للعالمين پیغمبر دماغو مگو دعا کرد خواهی حضرت جبرائیل جران جبرائیل ها گو یا محمد ولا خواهی دو بیجه کتبو خوازی وای ملائکتی که وظیفاویش وان چیامیایی دارد که ام بیجن چه بو وزیر چیایی یعنی وای شاندیه کتبو خوازی اطبقین طائف نابره دحب چیایی دابو یا هر دو چیایی وکنو بکه یک مالا وان خراکه حاضر ها
او جي از حاضر محمد بين هاز حاضر بردمك يعني قلنا از ناخوازم اتخوازم رب عالمي بلكي ذريتهم بإيمان در كفن برا خدای عالم حیوان نستینه يعني پیغمبر وی تشتهانه کو يعني حال بو که عاجز بو و حق بوجی بلا باتا سروان لیتی ساجی او پیغمبر خدا د بجم تجبان رحمت شاندیه او پیغمبر هانه تیسد ورد وظیفه خو کرد گونا گو بلکی خدای هنکی انسان صالح جزوریت آن در عبادت خدای راب کن او تشتی پیغمبر تخمین دکری چه بو پشتی کو پیغمبر وفات کرد پشتی چند ساله طائفش بو مسلمان هنکی فتنه نابرا و انسان دا چه بو هنک ملت دین خواستن در کفن فقط سه باجار در نکتن مکه سر ایمان ما مدینه سر ایمان ما طائف اوان کفرال پیغمبر خواسته بون او جارا دویا نکتن وی حیلهانه و ظلام ساکنه او خرانه بون اویاجی چتینه برچعبا که پیغمبر علیه صلاة و سلام چخاطه دور ددید و هیویا کش خدات کرد رجا کش خدات کرد خدا وی رجاوی برادای نبر او رجا پیغمبر بجهاد و خدا عز وجل رب عالمه او ام بجین حسن ظن پیغمبر او پاک فکر پیغمبر در حق واندا بجهاد و خدا جی وان محافظه کرد پاراست حتی هفته آتی کم در ساعتی ده بدین خدای عالم صحت و عافیت بده و توا ان شاء الله وما تواش قضاء وبلا دور بخينا ان شاء الله الا ان نلتقي في جمعه قادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هناك ملاحظتين ساقول لكم. اتى الشتاء